يا اهلا وسهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. جيت لكم فيديو جديد. فيديو بقى بوم من اللي قلبكم يحبوا بقى. يعني عارفه ان انتوا كلكم زي كده بتحبوا فيديوهات المشتريات والديكورات والحاجات الجديده. جبت لكم الفيديو النهارده مشتريات. هيعجبكم جدا جدا، تابعوه للاخر لاني يعني في الاخر في مشتريات حلوه قوي. ويلا بقى كده، حطوا لي لايك قمر زيكم، وكمان ما تنسوش الكومنت السكر اللي انا بستناه وبحب ارد عليه. ولو انتي اول مره بتشوفي القناه وعجبتك، طبعا يشرفني وينورني انك تنضمي لينا. دوسي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان دوسي على كلمه الكل ورمز الجرس، ودول اهم حاجه عشان يوصلك اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد وتقدري تشوفيه بكل سهوله. واوعي تنسي تسيبي لي كومنت قمر زيك تقولي لي انت اسمك ايه علشان اعرف، لانك طبعا طالما انضميتي لقناتي بتبقي اخت من اخواتي على طول. وبحب دايما ان انا اتواصل معاكم وابقى عارفه اسمائكم وابقى عارفه كل حاجه عنكم. يلا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا، ولايك لايك يا بنات كبيره قد كده. بصوا بقى الفيديو بتاعنا. المشتريات دي اتصورت من بدري جدا من وقت ما انا جبتها. بس طبعا انا ما كنتش عارفه انزلها لكم وكنت ملخومه شويه. فقلت كده انزلها لكم. واول حاجه طبعا قلت اعملها فنجان القهوه القمر، بس يعني الفنجان ده انا لسه عاملاه صدقوني قبل ما اصور الفيديو او قبل ما اسجل الفيديو. قلت ابدا بيه كده عشان عارفه ان انتوا بتحبوه، بالكافي كورنر الجديد بقى بتاعي اللي انا بجد متشوقه جدا ان انا اوريه لكم. المهم عملت بقى فنجان القهوة القمر المسكر الحلو ده. وبعدين قلت بقى ايه، ابتدي اوريكم المشتريات وندخل على المشتريات الجامدة جدا. اول حاجة خالص في المشتريات هوريكم شوية خشبيات. آه عشان احنا كلنا عارفين ان الديكورات الخشب ترند جدا. وهي حاجة كده بتدو، يعني بصوا بجد بجد هي بتدي دفى رهيب في البيت، ومش بتبطل، وهي بجد طالعة ترندي. بصوا بقى، جبت الصينية المسكرة القمر دي او البوكس الصغنطوط ده. هو من ناحية مكتوب عليه كيتشن، ومن ناحية مكتوب عليه اتس سو جود تو بي هوم. فبجد حلو قوي قوي قوي. ليه بقى؟ اولا هو شكله حلو وكيوت. تاني حاجة، فكرة ان انا اخلي البنوتة اللي عملتهولي تكتب عليه من الناحيتين كانت فكرة حلوة جدا. لو سبتها على الناحية بتاعت ماي كيتشن، هحطها في المطبخ، هحط عليها حاجات، ممكن نحط ازازة الزيت والخل ومعاهم زرعة صغنطوطة امورة. ممكن نحط طقم توابل، ممكن نحط الطقم اللي هو بتاع الشاي والسكر والقهوة وكده. فالمهم بيبقى ديكور حلو قوي. لو قلبناها على الناحية التانية وشلنا خالص ماي كيتشن دي وحطيناها على الناحية التانية، ممكن نحطها على ترابيزة الانتريه، اليونت بتاعة التلفزيون، في الريسبشن بقى، او في اي غرفة عندي، بحيث ان انا اعمل بيها ديكور. غير يعني المطبخ، ففكرة ان احنا نستغل الموقف ونحط يعني كلمتين على نفس الصينية كده كأننا بالظبط شاريين صينيتين، فاهميني؟ فانا بحب يا جماعة استغل قوي الحاجات دي، وبحب كده الحاجات اللي هي نقدر نعمل منها كذا حاجة. فالمهم جبت الصينيه القمر دي، خامتها فوق الروعه بالامانه، فوق فوق الروعه، حلوه جدا جدا جدا. هو خشب طبيعي، فبجد حلو قوي. بصوا بقى جبت ايه كمان. جبت الصينيه دي انا جايباها للريسبشن، مكتوب عليها بي هابي. هي برضو خشب طبيعي، وبصوا هتلاقوا ثمرة الخشب موجودة وكل حاجة. هي شكل كده تقريبا، انا مش عارفة ده سداسي ولا ايه تقريبا يعني شكل سداسي. وليها الايدين بتوعها دول باللون الاسود. برضو كانت من نفس الجروب ده، يعني هسيب لكم اللينك بتاعه. الجروب ده حلو قوي قوي، كل حاجته خشب. وخشب حلو جدا ونضيف جدا، واحلى ما فيه ان هي ممكن تعدل الديزاين. يعني قولي لها الايد دي مش عجباني، عايزه لون الايد دي، ابعتي لها حاجه وهي تعملها لك، فبجد حلو جدا. المهم دي كانت الصينيه التانية. بصوا بقى القمر اللي داخل علينا. جبت بقى الثلاث شمعدانات دول. انا من بدري جدا كان نفسي اجيب شمعدانات. طبعا انتوا شفتوا في فيديو المشتريات اللي فات ان انا جبت الطقم اللي هو الثلاثي الشمعدان الجولد. كنت بقى حابه قوي قوي ان اجيب شمعدان خشب يا جماعه، يعني من الحاجات اللي هي يعني رائعه بجد رائعه. فجبت الطقم ده بقى حكايته حكايه. هو المفروض ان هو بيبقى الاتنين دول اللي شبه بعض دول شايفينهم، او
ممكن تجيبيه ثلاثي نفس الشكل، يعني بتبقى واحده طويله اقصر من نفس الشكل. هما بصوا شكلهم فيه اختلاف ازاي، هي بتلاقي ناحيه مفتوحه والناحيه اللي تحت اللي هو القاع بتاعهم بيبقى مقفول، واللي مفتوح اللي فوق ده نحط فيه الشمعه. بصوا واحده هتلاقيها بتبدا بالدايره الصغيره وبعدها دايره كبيره، والتانيه فوق دايره كبيره وتحت العكس. فالمهم اكيد انتوا فاهميني يعني. المهم بقى انا جيت اجيبه في الاول، طلبت الاتنين دول وقلت خلاص هيبقى شمعدان ثنائي كده وخلاص. رجعت قلت لا، طب ما انا اخليه ثلاثي. بعد ما طلبت واحده اختهم التالتة رجعت قلت لا، طب ما لقيت عندها افكار في الجروب ان احنا ممكن ناخد التالتة بتاعتهم مختلفه خالص. فبصوا بقى انا بحطه لكم هنا، ان احنا ممكن نحط الكبيره ومعاها دي، وممكن نحط الوسط يعني الصغيره ومعاها دي. تمام، انا عملت الشكل المختلف هو المقاس الوسط. خلاص تقدري تعملي المقاس اللي انت عايزاه، ممكن تعملي الشكل المختلف ده هو الصغير او هو الكبير، انا عملته الوسط. ممكن تحطي التلاتة مع بعض، ممكن تحطي المختلفة دي لوحدها. فحسيت اني لما اعمل التالتة بتاعتهم مختلفة هتبقى فكرة روعة، وهقدر ان انا استغلها بكذا طريقة. ندخل بقى على القمر اللي انا حقيقي كنت مستنياها بجد في الاوردر، الصينية المسكرة دي. الصينية دي صينية ديكور حلوة قوي قوي. في ايه بقى؟ اولا الحجم بتاعها عاجبني كديكور. ليه؟ لان هي طبعا مش هنحط عليها شاي ولا الكلام ده لا، ولا كوبايات، هي للديكور. في حجمها العرض بتاعها قليل وطويله، فاهميني؟ فبجد حلوه جدا. وهنا كنت بوريكم ثمره الخشب، هي خشبها حلوه قوي قوي. والجزء اللي جوه الابيض ده يا بنات ده مش لون، ده عباره عن طبقه خشب تانية رفيعه كده محطوطه عليها، ملزوقه فيها يعني. فبجد حلوه جدا، والماتيريال بتاعها روعه روعه. اخترت كمان اللي هو الديزاين بتاع الايد بتاعتها دي، هو لونه اوكسيدي كده. قلت اغير بقى، لان انا جايبه واحده اللون ايديها يعني اسود، فقلت يبقى دي اوكسيدي. وكمان اخترت الديزاين او الشكل نفسه بتاع الايد، هي عندها اشكال مختلفه. فبجد حلوه قوي قوي. هنا بقى كنت بقول لكم ان احنا نقدر نحط عليها كذا حاجه، ممكن بقى زرعه مع فانوس مع مثلا مبخرة، يعني كل التنسيقات هنعملها مع بعض. في بس ملحوظة عايزة اقولها لكم، انا الحاجات دي كلها ما جاتليش مرة واحدة. طبعا يعني اوردر الخشب ده لوحده جالي على مرتين. بقيه الاوردرات اللي هتشوفوها معايا في الفيديو عايزاكم تتابعوا الفيديو، لان في حاجات حلوه قوي اشتريتها على كذا مره. فما كانش مره واحده، انا بس اللي مجمعه لكم في فيديو واحد يعني. قلت ما فيش داعي نكتر فيديوهات يعني، مش مستاهله. تاني نقطة، ما تصورش الفيديو ده، ما تصورش مرة واحدة. يعني يعني قوي الملاحظة اللي فيكو هياخد باله احيانا في مفرش فار واحيانا في مفرش التاني، ان انا اما كنت بجيب الحاجة كنت ساعات اصورها ورجعت صورت تاني علشان اوريكم الحاجة على بعضها، فاهميني؟ فعشان كده تلاقوا في اختلاف. المهم يعني ما علينا، تجاهلوا كل ده وخلينا في المشتريات نفسها. بصوا بقى الفازة الأمورة الكيوتة المسكرة دي، دي حلوه قوي قوي. عجبتني ان هي لونها لون الخشب، بس هي مش خشب على فكره، هي خزف تقريبا، الخامه بتاعتها خزف. فحلوه جدا. في منها الحجم اللي هو بتلاقوه طويل طول، في منها احجام كتير، بس انا عجبني الشكل المقلبص ده، حسيته قلبوزه كده في نفسه امور. وما كانتش غاليه خالص، دي تقريبا كانت عامله 45 جنيه، فكانت حلوه قوي. كمان جبت الفازة دونت اللي هي تقريبا يعني برضو من ضمن الحاجات اللي انا اخر واحدة في مصر اجيبها. الفازة دي كانت طالعة ترندي وما زالت على فكرة. في منها الوان، في منها الاسود، في منها الذهبي، في منها انا شفت كمان موف، في حاجات كتير. وفي منها الناعم، وفي منها اللي هو بتلاقيه خشن او محبب شوية كده. انا حبيت اجيب الناعمه دي، مش يعني التانية برضو شكلها حلو، بس انا حسيتها دي شكلها احلى. وجبت الابيض. وبصوا جبت السبحه الصغنطوطه الخشب دي جميله قوي. وكمان اللي هم الحاجات دول هي زي نجوم كده، مش عارفه، هي اشكال حلوه قوي. الحاجات دي كلها يدوي. بنوته مسكره جدا، عسل جدا بجد، هي اللي عاملاها. برضو هسيب لكم لينك الجروب بتاعها، هي بتعمل الحاجات دي كلها يدوي. وهي على فكره اللي انا جبت منها الفاز الدونت دي. وجبت السبحه الصغنطوطه دي علشان احطها في الفاز كده زي ما انتم شايفين. انا بشوفها كده على بنترست، وبشوفها كده يعني على انستجرام. فبصراحه عجبتني قوي فكره الديكور دي. وبصوا بقى كان عندي الهيش ده، انتوا عارفينه انا عندي من زمان قوي. بحطه في الفاز اللي عندي، فحطيته هنا. بصوا كان شكله امور ازاي، بصوا الديكور النهائي عامل ازاي. طبعا هتشوفوه معايا بقى في التنسيقات وحطيته فين والكلام ده كله، انا بس حبيت اوريكم الشكل.
من ضمن المشتريات برضو جبت الريشه الحلوه القمر دي. بصوا مشترياتي كلها قمر بجد بجد، فرحانه بيهم جدا جدا جدا. الريشه دي جبتها جولد علشان انا عامله كذا ديكور جولد، وانتوا شفتوا معايا كنت شاريه شمعدان جولد قبل كده. فعجبتني وعجبني شكلها. هي القاعده بتاعتها الصغنطوطه دي زي انا مش عارفه خامتها ايه، بس هي زي رخام تقريبا، ومن فوق معدن لونه جولد. وحجمها حلو، وكمان سعرها حلو. يعني دي كانت ب95 تقريبا. بصوا الحاجات اللي انا يعني حاضره دلوقتي في ذهني السعر بتاعها بقولها على طول. باقي الحاجات هكتبها لكم في صندوق الوصف لو عايزين يعني سعر اي حاجه. ولو نسيت حاجه اسالوني عليها. جبت ايه كمان؟ جبت بقى نتيجه للكافي كورنر الجديد. انتوا عارفين ان انا عندي نتيجه كنت شاريها معاكم قبل كده، لونها جولد. فاللي هي دي النتيجه دي انا حطاها في ريسبشن، وهي من ضمن الديكورات الجولد اللي عندي. يعني عشان كده انا في جزء كده تلاقوني اجيبه ديكورات خشبيات، جزء اجيبه ديكورات على جولد، جزء على اسود. يعني بحب اجمع كده الوان الديكورات مع بعض. المهم كنت محتاجه بقى نتيجه عندي يا جماعه في المطبخ في الكافي كورنر الجديد. فروحت جبت النتيجه القمر دي. هي على فكره الشكل ده طالع من فتره جامده، يعني مش جديده اول حاجه. بس انا كنت محتاجه حاجه تكون لونها خشبي في ابيض. خلاص بقى مش عايزه اجيب جولد، وفي نفس الوقت عايزه خشبي في ابيض، عشان انا عندي الكافي كورنر هتبقوا تشوفوه معايا طبعا هو ابيض وفي حاجات خشبي والكلام ده كله. وكمان اللي هي البوكس بتاع الباكت بتاع الشاي وكده كنت شاريه معاكم، وكنت جاي وريته لكم قبل كده في فيديو فات، برضو لونه ابيض في خشبي. فحسيت ان دي هتليق قوي، عارفين هي والبوكس والكلام ده كله هتليق قوي. في هنا بقى كنت بقول لكم ان في شكل تاني منها كان عاجبني من قدام. من هنا بدل ال الاناناسه دي في صباره، بس كان فيها مشكله ان الحاجات بتاعتها اللي هي الارقام والايام وكده الالواح بتاعتها دي كانت الوان، يعني كان اخضر فاتح اخضر غامق، فلا ما حبيتهاش عشان الالوان. انا كنت عايزه حاجه ابيض في خشبي. فبجد حلوه قوي قوي، وموضحه هي الايام بالحروف وبالارقام، موضحه الشهور، موضحه كل حاجه. فعجبتني، لا بجد عجبتني. هنا بقى كنت بوريكم سعرها كام، 140 جنيه يا جماعه. كانت 140 جنيه. انا اول ما شفت الكرتونه بتاعتها وقت ما انا كنت بصور الفيديو مكتوب عليها السعر، قلت لا الحق اصوره علشان ما انساش، انا اصلا ذاكره سمكه يعني، بصوا انتوا عارفين. طيب ندخل بقى على القمر برضو. الفاز دي بصوا بقى، الفاز دي سعرها انا هقوله لكم، يعني انتوا هتستغربوا من سعرها. هي سعرها حلو قوي، وفي نفس الوقت شيك قوي. يعني انا عجبتني، انا كنت شايفه منها من بدري، عارفاها يعني وعارفه الشكل ده. كنت شايفه منه الوان زي الجراي وزي الابيض وزي اللي هو في اسود، وفي حاجات بتبقى منقطه كده بيعملوها زي نقط والوان معينه يعني. فكنت محتاجه لون شامبين، علشان انا جايبه مرايات شامبين في ريسبشن، واكيد انتوا لامحينها يعني في الفيديوهات، هوريها لكم طبعا. لاني كمان عايزه اقول لكم على الجروب اللي جبته منها، لانه بجد فعلا جروب رائع ومعاملته حلوه جدا. المهم فانا كنت حابه ان لما يتحط حاجه على السفره فاز يعني اجيبها تكون اللون الشامبين ده، عشان يبقى ماتشنج كده وحلوه. اول بقى ما لقيت الفاز دي نزلوا منها اللون ده، بصوا خطفت قلبي على طول، وفورا رحت شارياها بدون تفكير. نيجي بقى لسعرها. تخيلوا سعرها كام؟ سعرها يا جماعه 90 جنيه. انتوا متخيلين؟ سعرها 90 جنيه. فبجد عجبتني جدا، وسعرها يعني برضو قليل قوي، وبالنسبه لحجمها حجمها كبير قوي. بصوا هي لونها شامبين كده، مش عارفه تحسوه مفضط كده او في زي ضي كده، يعني انا كنت عماله اقرب لكم علشان تشوفوها. فلونها حلو قوي 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 وعجبني، واللي انا كنت محتاجاه. عايزه اقول لكم لما تيجوا تجيبوا ديكورات، انا بحس ان في ناس بتلجأ في الديكورات او في اللبس او عامه في اي حاجه الحاجه الغاليه، يعني اللي هي في دماغها اللي هو الغالي هو ده الحلو او هو ده الشيك. لا، الغالي مش شرط يبقى هو الشيك، ممكن يبقى ماتيريال لكن هو مش شرط هو الشيك. يعني دي اهي زي ما انتم شايفين حجمها اهي طويله عريضه، ومع ذلك ب90 جنيه. فبصوا لونها كمان من قريب حلو قوي. فبجد شيك قوي. فدايما بصوا للحاجه اللي هي
تبقى ذوقها حلو، تبقى شكلها حلو. انت هتعرفي بقى كده تنسقيها وتخليها حلوة وجميلة في بيتك، مش بالغلو والله ولا بالفلوس ولا اي حاجة. هنا انا كان عندي فرع اللي هو الزرع ده، كنت جايباه معاكم وقت الخريف لو تفتكروا، قلت لكم لونه حلو قوي وخريفي وكده. انا حطيته لكم هنا بس كروكي علشان تشوفوا شكلها لما بيتحط فيها زرع بتبقى قد ايه جميله وشيك ومميزه وبجد روعه روعه. بصوا شكلها حلو ازاي، اصلا اللون ده لايق عليها، ولايقه كمان مع المرايات اللي وراها اللي انا جبتها للسفره، تحفه، عجبني اللون ده قوي. ندخل بقى على اللي بعده. جبت ايه؟ شويه حاجات بقى كده للمطبخ. جبت طقم الزيت والخل اللي هو برضو نيمو اخر واحده في مصر تجيبهم. هو طبعا طالع من بدري، وانا انا اصلا عندي يعني ازاز للزيت والخل. بس كان مكتوب عليها بالاخضر، فكنت حابه ان انا اغير كمان. لما جبت الصينيه بتاعت ماي كيتشن دي، هي خشب، فكنت محتاجه حاجه يكون الغطا بتاعها زي ما انتم شايفين باللون الخشبي. ميزه الطقم ده بقى ايه؟ ان الغطا لونه خشبي فيديكي شياكه كده وانتي حاطاه في الصينيه او حاجه. وفي نفس الوقت هو بلاستيك، يعني هو لونه خشبي، واللي يشوفه من بعيد يقول ده غطا خشب، بس لا، هو الماتيريال بتاعه بلاستيك. فدي ميزه حلوه جدا، ان الخشب هيبقى صعب طبعا، هو يبقى مكانه زيت ولسلسه وكده، فيبقى صعب في الغسيل. اما البلاستيك طبعا بسهوله باي سبونشه بيبقى زي الفل. فعجبني قوي فكرته، يعني عارفين بصوا تشوفوه كده تقولوا الغطا خشبي، لا هو مش خشبي، هو بلاستيك. الطقم ده كان من جروب بنوته، برضو هسيب لكم اللينك بتاعها، انا 3/4 الحاجه اونلاين يا جماعه بجد، فهسيب لكم اللينكات. برضو كانت بنوته عسل جدا، معاملتها حلوه قوي قوي قوي. والاوردر بيوصل بسرعه. وهنا بقى جبت الفرش بتاعت ايكيا دي. دي كانت في مره كنت اصلا معديه على ايكيا فجبتها بصراحه. الفرش اللي هي بتلزق دي عشان الحوض، وعايزه اقول لكم انا استعملت واحده منهم وحلوه جدا جدا، هتشوفوها معايا بجد رائعه رائعه. في غسيل الحوض والحنفيه والكلام ده كله، وفعلا بتثبت على الحوض. المهم ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يا رب يا رب يكون عجبكم. متشوقه جدا اشوف الكومنتات بتاعتكم، وعايزه اعرف رايكم في كل حاجه، اكتبوا لي كده كومنتات كتير رايكم في كل حاجه، ايه عجبكم ايه ما عجبكوش. وعايزاكم تستنوا الفيديوهات الجايه والذكريات الجايه. اشوفكم على خير ومع الف سلامه.